فلفل 4 دقائق. أستاذ مروان مرحبا بك، تفضل. ماهوش موجود. الكلمة الآن الأستاذ ياسين العياري، عندك 3 دقائق. أستاذ ياسين مرحبا بك، تفضل. شكرا سيدي الرئيس، مرحبا بالسيدة الوزيرة والإطارات اللي معاها. سيدة الوزيرة، لما أعطوك الثقة في هذا المجلس لم أكن نائب. أنا مانيش كالنواب اللي جيتهم هنا يعرفوا أنك غير كفء لهذا المكان، ما عندك حتى اختصاص، وأعطوك الثقة وجايين اليوم يتبكاو على حالة الرياضة في تونس. لو كنت موجودا لما كنت أعطيك الثقة. سيدة الوزيرة، ما ينظم العلاقة في هذه الدولة هو القانون. القانون يفرض عليك لما نائب يبعث لك سؤال كتابي تجاوب عليه في ظرف 10 أيام. أنت مطالب باحترام القانون. لما نبعث لك سؤال أنا مش نفدلك ولا نضيع في وقتي ولا في وقتك. راهي مشكلة حارقة تهم التوانسة، قاعد أن نقوم بدوري فيها. عندك أسئلة كتابية عندهم شهرين سيدة الوزيرة، وهذا غير مقبول وغير معقول. مانيش نحكي على فشل اللي صار الكاس العالم، حكيت معاه عليه الناس، والشباب اللي بعثوه الروسي وقعد ملوح الاماكن وقعد في الكياس حكاوا عليه الناس الاخرين. لكن سيدة الوزيرة ثم نقطة عجبتني برشا. الحكومة هذه حكومة فاشلة على كل المستويات، وكانوا السادة النواب الآخرين أحكاوا على الماء والحليب والغلاء وكل شيء. لكن أنت أقوى وزيرة في الحكومة، معناها تطلب حاجة نهار 7، آخر أجل نهار 8، وتتلم الدوسيات وتعمل وتتعطى وتخرج. سرعة رهيبة في الإنجاز، يعني قوة كبيرة برشا. أنا أعتقد أنه هذا اسمه شبهة فساد ودوسيات حاضرين مخدومين، لأنه يستحيل تخرج نهار 7 باش نهار 8 يلزم الدوسيات تكون تعطات قبل نص النهار. هذا أمر مستحيل مع هذه الحكومة على الأقل. نحب نحكي شوية على الرياضات الفردية سيدة الوزيرة. بطولة إفريقيا المبارزة، معلش كان عندك فكرة عليها. اللعبة عطوها بدلة نتاع أولاد صغار تستحمل فقط 350 نيوتن، في حين كان المفروض بدلة 800 نيوتن. نلعبوا بأرواح الرياضيين، مش معقول وغير مقبول. ما ثماش فلوس، الفلوس اللي موجودة كيف باش نكري ب25,000 دينار مسرح قرطاج النهائي. أما باش نحافظوا على صحة وعلى حياة الرياضيين متاعنا تولي ما ثماش فلوس. سيادة الوزير، عندك موظفين في الوزارة يخدموا في الجامعات ومرتباتهم تمشي من الوزارة وياخذوا في منحة، هذا غير مقبول وغير معقول. عندك دار شباب مقصوص عليها الماء 3 سنين، 3 سنين في إنجاز الباب دار شباب بدون ماء. سيدة الوزيرة، أعتقد أن البيلون متاعك نيجاتيف جدا على كل الأصعدة، لا مكان لك في الوزارة. أتمنى من كل قلبي أن يرى في مكانك هذا بعد اللي مطيح الحكومة هذه إنسان يفهم في الرياضة، تهمه الرياضة ويحترم القانون والعمل النيابي. شكرا سيدي الرئيس.